اوقات كتير في الشغل لازم تقول لا بس بطريقه احترافيه، علشان كلمه لا ممكن تترقى بيها او تخسر بيها كل حاجه. خليني اقول لك ازاي ممكن تقولها بدون ما تخسر اي حد. فمثلا مديرك او زميلك طلب منك شغل اضافي وانت اصلا غرقان في التاسكات اللي عليك. الحل هنا انك توضح موقفك من غير ما تبان انك مش متعاون. فممكن تقول الجمله الجميله دي: I would be happy to support but I'm a bit tied up with a few priorities right now. Would it be okay if we circle back to this soon? المثال الثاني: لو انت في اجتماع وزميلك اقترح فكره مش منطقيه وانت مش موافق عليها بس في نفس التوقيت مش عايز تحبطه، فممكن تقول That's an interesting idea. I wonder if you can explore other approaches that might work better in this case. مثال رقم 3: لو جالك invitation لاجتماع بس ملوش علاقة بشغلك وانت مش عايز تضيع وقتك، فممكن تقول Thank you for the invitation. It seems this meeting may be more relevant to other team members. Please feel free to reach out if there is anything I can assist with. مثال رقم 4: لو حد طلب منك تغييرات مش منطقية في شغلك وانت مش عايز تضيع وقتك على حاجة مش مفيدة، فممكن تقول له I get your point but I believe the original approach works best for this project. المواقف دي وغيرها كتير جزء بسيط جدا من المواقف كتير اللي هتقابلك في شغلك، علشان كده خصصت لها فصل كامل في المسار التدريبي لاتقان البيزنس انجلش. احجز نسختك دلوقتي، ولو عايز تفاصيل اكتر عن المسار التدريبي هتلاقيها كلها في الموقع بتاعنا.